بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا حبايبي جريد 7. النهاردة بإذن الله الحلقة الثالثة، مكملين الدرس الثاني اللي ما تفرجش علينا قبل كده. أول حاجة شرحنا في ليسون 1 درس البروبورشن. الدرس الثاني شرحنا السكيل اوف دروينج أو مقياس الرسم. النهاردة مقسمين الدرس الثاني على حلقتين. النهاردة بإذن الله هنشتغل الجزء الثاني، جزء في غاية الأهمية ولا يخلو أي اختبار، سواء شهري سواء نص السنة، من الأسئلة اللي من النوع دوت. فعشان كده حضرتك لازم تكون مركز جدا جدا جدا. تاني حاجة يكون معاك ورقة وقلم وكالكليتر، لأن طول ما أنت حالل توقف وتحل بإيدك. رجاء رجاء رجاء. طيب، الدرس التاني قلنا applications of ratio and proportion. الجزء الأولاني أخدناه السكيل of drawing. النهاردة هناخد حاجة اسمها ال proportional division. كلمة proportional جاية من ال proportion، و division معناها القسمة، فبالعربي تقسيم تناسبي. مش لازم تعرف معناها بالعربي. طيب، يعني إيه يا مستر proportional division؟ ببساطة اسمع معايا: dividing something، تقسيم شيء، such as money، زي النقود، piece of land، قطعة أرض، or weight، وزن. خلاص، يبقى بقسم فلوس، بقسم قطعة أرض، بقسم وزن into two or more parts، لجزئين أو أكثر. طيب، based on a specified ratio، يعني بناء على نسبة معينة، مش بقسم وخلاص. مش التقسيم اللي احنا على الاتنين على التلاتة، لا، في نسبة معينة بقسم بيها. طيب، بستخدمه في ايه يا مستر في حياتنا؟ Proportional division is used in many real life application. في حاجات كتير عملية، زي dividing profits، الأرباح اللي بيخش بيزنس، الأرباح والخسارة دي كلها معتمدة على الدرس ده. distributing inheritance، اللي هو الثروة، الثروة للأبناء اما بتيجي تتوزع بتتوزع برضو بالدرس دوت. and many others applications. خلاص يا شباب، يبقى بنستخدم الحاجات دي تطبيقيا في حياتنا العملية. الدرس ده فيه اكتر من نوع. اول نوع division of amount of money of or piece of land، يا اما بنوزع فلوس او بنقسم فلوس او حتة ارض. ادينا مثال يا مستر. Man wants to divide 1200 pound، عاوز يقسم 1200 جنيه between two person، شخصين. ازاي يا مستر؟ الريشيو بتاعهم 2 to 1. خلاص. what is the share of each؟ الدرس دوت يا دكتور بنحله بطريقتين، فانا جايب لك الطريقتين وانت تختار الاسهل. اوكي. اول طريقه اللي مكتوبه في كتاب المدرسه ان انا بقى عندي هنا الشخصين، المفروض first و second، بنجمع الريشيو. يبقى نقول له the sum of all parts، نجمعهم. 2 plus 1 equal 3. سهلة. طيب the value of one part، خلي بالك كأني بقول ده عنده جزئين وده عنده جزء، مجموعهم كام؟ مجموعهم 3 أجزاء. طب ال3 أجزاء دي أنا عايز أجيب الجزء الواحد، فعشان كده بقول the value of one part، يعني قيمة الجزء الواحد. فعشان أجيب قيمة الجزء الواحد يبقى هقسم. طب هقسم إيه؟ المبلغ التوتال اللي هو 1200 divided by السم بتاعهم مجموعهم ب 3، هيطلع ب 400. يبقى الجزء الواحد بكام يا بطل؟ ب 400. طيب، مين اول شخص؟ فيرست بيرسون. انا ما اعرفش اسامي، انا عارف ان هو الفيرست والسكند. الفيرست ده عنده كام بارت؟ عنده 2. يبقى نقول له 2 multiply 400، يبقى 800. طب التاني عنده كام بارت؟ التاني عنده 1، يبقى اقول له second person's share، يعني نسبة او نصيب الشخص الثاني 1 multiply 400، يبقى 400. طب انا عايز اتاكد ان الكلام ده صح، ده ماث لازم ابقى متاكد. اجمع الرقمين، الشير بتاع الاولاني والتاني. 800 بلس 400 طلع بكام؟ ب 1200. طب عايز اتاكد بطريقه تانية، هقول لك ازاي. مش هنا دول 2 و1، يعني الاولاني نصيبه دبل التاني او توايس التاني، ضعف التاني. خلاص، فهتلاحظ ان التاني فعلا نصيبه ب 400
وضعف ال 400 يعني ايه ضعف ال 400؟ يعني multiplied by 2. ف 400 multiplied by 2 يبقى بكام يا بطل؟ يبقى ب 800. تمام يا بطل. هقول تاني. الوقت لما بيجي لي الشير بكتب، هم المفروض اقول the sum of all parts، ده الجزء الاولاني. 2 plus 1 اهو مديهمني في السؤال، يبقى ب 3. يبقى انا عندي كام جزء؟ عندي 3. طب انا عايز اجيب الجزء الواحد. يبقى عشان نجيب قيمة الجزء الواحد هنقول 1200 اللي عندي في السؤال، واقول له ديفايد باي المجموع بتاع البارت اللي هو ب 3. يبقى البارت الواحد بكام؟ ب 400. نيجي للشخص الاولاني، اقول له first person's share، يعني نصيب الشخص الاول. عندي كام جزء؟ اخر عنده جزئين، يبقى 2 multiply 400، يبقى الاولاني هياخد 800. بعد كده اقول له second person share 1 multiply 400 equal 400. طب يا مستر في طريقة اسهل؟ هقول لك اه. طب ايه هي؟ اقول لك ركز معايا. طيب هكتبها بالطريقة دي كده، اقول له first 2 second 2 total. total يعني مجموع. فطبعا first مع 2 والسكند مع 1، التوتال بتاعهم ب 3. وتحت التوتال اكتب التوتال اللي هو اصلا في السؤال 1200. جميل. واحل بعد كده بايه؟ احلها في خطوه واحده. بدل ما اقول value of one part واعمل الاولاني ملتبلاي 2 والتاني ملتبلاي 1، طب ما نعمل السيزورز اللي اخدناها في الدرس الاول. ازاي يا مستر؟ هتعامل مع دي كانها اكس، هسميها كانها اكس علامه الاستفهام دي، ودي كانها واي، هقول عليها واي. خلاص. تمام. نيجي السيزورز اهو. مين اللي قدام اكس في السيزورز؟ انا عايز اجيب اكس اللي هو الفيرست. شايف مين اللي قدام اكس؟ 3. يبقى ده تحت اهو. يبقى تحت كام؟ 3. والاثنين التانيين فوق اهو، يبقى 2 ملتبلاي 1200 تاني. كأن دي كأنها اكس ودي كأنها واي. مين اللي قدام اكس في السيزورز؟ 3. يبقى ال 3 تحت. ومين اللي طيب مين اللي قدام اكس في التحت؟ قلنا 3 اهو. والاثنين اللي فوق 2 ملتبلاي 1200، نعملها في خطوة واحدة بالكالكوليتر وتطلع ب 800. خلصنا؟ لا انا كده جبت الاولاني فيرست شير. نمسح اهو. انا دلوقتي عايز اجيب مين؟ عايز اجيب السكند، هسميه هوا. واعمل سيزورز تاني برضه. مين اللي قدام واي في السيزورز؟ ال 3. يبقى ال 3 تحت. والاثنين التانيين فوق 1 ملتبلاي 1200 divided by 3. يبقى الاولاني هياخد 800 والتاني هياخد 400. يبقى انت يا بطل عندك طريقتين لحل السؤال ده. ممتاز. الاكسرسايز اللي بعده طبعا ده موجود في كتاب المدرسة. example 3 ده موجود عندنا برضو في كتاب المدرسة. if the ratio between number of hydrogen atoms اللي هو ال H to oxygen atoms اللي هو ال O in water 2 to 1، يعني الريشيو between الهيدروجين والأكسجين 2 to 1. how many atoms of each of them are there in drop؟ ومديني كلهم التوتال 1200 1000. هو هنا بعملها بإيه؟ أعملها بالسم. فقلنا 2 plus 1 ب 3. 1,200,000 divide by 3، يبقى البارت الواحد ب 400,000. ده اللي هو value of one part. بعد كده نقول له number of oxygen atoms. الأكسجين كام؟ 1. يبقى 1 multiply 400,000. الهيدروجين كام؟ 2. يبقى 2 multiply 400,000. يبقى الأكسجين ب 400,000 atoms والهيدروجين ب 800 atoms. طيب نحل الاكسرسايز ده مع بعض. A man wants to divide 3600، عاوز يقسم الرقم ده between two people ratio of them 7 to 3. يبقى احنا زي ما اتعلمنا هنكتب first to second. يبقى نقول له first، نسيب مسافة to second، نسيب مسافة total. الفيرست بكام؟ ب 7. ونيجي تحت السكند
بكام؟ ب 3. توتال يعني مجموعهم. 7 بلس 3 بكام يا بطل؟ برافو، يبقى ب 10. وتحت ال 10 اكتب التوتال اللي هو مديه في السؤال، اللي هو 3600. اوكي، قلت لك بقى عايز تعمله value of one part، بس انا بفضل نجيبها مره واحده. نقول له هنا first equal، نعمل السيزرز، يبقى دي نكتبها هنا كده كانها x اهو، والسكند كانها y. نيجي عند الاكس هنا نعمل السيزرز زي ما اتفقنا، نوصل اهو الاكس قدامها 10، وال 3600 قدامها 7. مين اللي قدام الاكس في السيزر؟ يبقى تحت 10، وفوق نكتب 3600 multiplied by 7 over 10. تمام يا شباب؟ تاني اللي قدام الاكس تحت. نجيب الكالكليتر، ندوس على الفراكشن من هنا اهو، نكتب 3600 multiplied by 7، ننزل تحت بالسهم اهو، نكتب 10. كام يا بطل؟ يبقى 2520. وما ننساش اليونت اللي هو ال اي. تمام، يبقى في خطوه واحده. نيجي هنا نجيب السكند، ايكوال. طبعا الواي اهو هنغير اللون، الواي اهو، الواي قدامها 10، يبقى 10 برضو تحت، وفوق 3600 multiply 3، يبقى نكتب 3600 multiplied by 3 over طبعا ال 10. يبقى جبنا الفيرست والسكند في خطوة واحدة. بالكالكليتر ممكن لو احنا كاتبينها نرجع من فوق ال 7 دي نعدلها اهو، ونخليها 3، يبقى كام؟ 1080. يبقى 1,080، وما ننساش اليونت اللي هي ال اي، بمنتهى البساطة. تمام يا شباب؟ اللي بعده الاكزامبل ده برضو حلينه بطريقتين. بيقول لي هنا 108 pound divided among 3 person. ده بقى الفرق بينه وبين اللي فات، ان اللي في الاكسرسايز اللي قبل كده كان شخصين، المره دي ثلاثه، هي بس ثلاثه. 2 to 3 to 4 find the share. يبقى الطريقه الاولانيه هنعمل لهم كلهم بلس، هنقول 2 plus 3 plus 4 equal 9. بعد كده نقول value of one part. ال 108 اللي في السؤال divided by 9، يبقى الجزء الواحد ب 12. يبقى كده بقى نقول له first الشخص الأول 12 multiply 2 equal 24. الشخص الثاني 12 multiply 3 اللي هو 36. الشخص الثالث 12 multiply 4 اللي هو 48. طب الطريقة الثانية يا مستر نقول له first to second to third to total، يبقى هنا أربع حاجات. نكتب 2، بعد كده 3 to 4، طبعا السم بتاعهم ب 9، ونكتب تحتهم 108. طيب دي بقى ثلاث حاجات، في دي بدل هي علامة استفهام يبقى هنا اكس، ودي واي، ودي زد، ونعمل السيزرز. مين اللي قدام الاكس في السيزرز؟ ال9، يبقى ال9 تحت وفوق 108 ملتبلاي 2. نيجي للواي، ال9 تحت وفوق 100 ملتبلاي 3. نيجي للزد 108 ملتبلاي 4 اوفر ايه 9. نجيبهم في خطوة واحدة. تمام يا دكاترة؟ نحل الاكسرسايز. لو تلاحظوا كل فكرة بجيبها لكم اكزامبل، مثال، والتانية
تحل. فيا ريت انت بعد ما شفت الاكزامبل الاولاني ده حل قبلي، توقف الفيديو وتحل قبلي عشان تشوف انت فهمت ولا لا. رجاء لو سمحت. مدينا اهو 7200 divided among 3 people. 3 2 1. طالما قال لك 3 people نقول له first. first. وهنا second. نمشي شوية ونقول له هنا third. واخر واحدة total. first هنا نظبطها في ار زيادة. طبعا بنفس الترتيب 3 وهنا 2 وهنا 1. التوتال 3 بلس 2 5. 5 بلس 1 6. يبقى التوتال ب 6. ونيجي تحت ال 6 نكتب 7200. تمام. وبدل ما نكتب كويتشن مارك زي ما قلت لك نكتب اكس وواي وزد. يبقى هنا ده اكس وهنا واي وهنا زد. ونعمل السيزرز 3 مرات زي ما قلنا. نقول له هنا الفيرست ايكوال. نعمل اللاين. ادي الاكس اهو. مين اللي قدامه في السيزرز؟ 6. يبقى تحت 6 وفوق 7200. يبقى 7200 multiply 3. يبقى نكتب اهو 7200 multiply 3 وننزل تحت هيبقى ال 6 equal. نجيبها بالكالكليتر. ندوس على الفراكشن من هنا نكتب 7200 multiply 3 ننزل تحت بالسهم نكتب 6. يبقى الأولاني 3600 واليونت ما ننساهاش 3600 طبعا باوند اللي هو ال اي. نيجي هنا نعمل لاين كده. السكند اللي هو الشخص التاني اللي هو الواي ايكوال. نعمل اللاين. نيجي اهو عند الواي نعمل المقص اهو قدام الواي تحت فيه 6 وفوق 7200 multiply by 2. يبقى نكتب فوق 7200 multiply 2 وتحت 6. نفس النظام نكتبها على الكالكليتر. الفرق بين دي ودي ان دي 3 ودي 2. فانا ممكن اهو اطلع فوق بالارو او نكتبها تاني مش مهم. اها 7200 multiplied by 2 divided by 6 يبقى 2400. يبقى الشخص التاني هياخد 2400 ال اي اللي هو الباوند. نيجي لآخر شخص اللي هو الثيرد اهو. طبعا كأنه الزد. نعمل اللاين ونعمل المقص اهو اللي قدام الزد 6 تحت وهنا 7200 multiplied by 6. 7200
multiplied by 1 سوري، وتحت ال 6. طبعا هنا 71 72 multiplied 6 ب 12، فالانسر هتبقى 1200 باوند. تمام يا شباب، اتمنى تكونوا بتحلوا قبلي. تمام. اللي عاوز يحل بالطريقه التانيه الاتنين صح، حل بالاسهل لك. تمام. اللي بعده example بيقول لي piece of land. هنا بقى ايه، بقسم ارض divided between two brothers، شخصين او اخين، الريشيو بتاعهم 3 to 5. elders brother، الالدر اللي هو الشخص الاخ الكبير، share exceed the younger. كلمة share exceed معناها نصيبه اكتر من الاولاني باي. لما تلاقي كلمة share exceed او تلاقي كلمة more than او less than، اعرف ان دي difference مش total، يعني فرق. لان بيقول لك نصيب الاولاني اكتر من نصيب التاني او يتجاوز نصيب التاني بكذا. طالما في ما في يبقى ده معناها difference. يبقى هنيجي هنا الطريقة الأولانية، بدل ما هنقول له the sum of total parts هنقول له the difference between parts. ها، يبقى أقول له كام 5 minus 3 equal 2. يجي واحد شاطر بقى ذكي يقول لي يا مستر ما ينفعش أعملها 3 minus 5. هقول لك لا، الديفرنس هنا لازم يبقى الكبير ماينس الصغير، ما ينفعش أعمل ديفرنس بالماينس. خلاص. طيب الديفرنس ب 2، يبقى الكبير ماينس الصغير. خلي بالك يا بطل. طيب the value of one part، في عندي كام في السؤال 20 اهو، نعمل عليها سيركل اهو 20. هقول له 20 ديفايد ال 2، يبقى البارت الواحد ب 10. يبقى اليونجر ليه كام جزء؟ ليه 3، يبقى 3 ملتبلاي 10 يبقى 30، واليونت سكوير مترز. الاولدرز عنده كام؟ 5، يبقى 5 ملتبلاي 10 بكام؟ ب 50. تمام. هو كده خلص. خلي بالك فاين ذا شير، كده خلصنا ذا شير، بس تقرا السؤال كويس. and the total area، بعد لما جبنا شير الاولاني وشير التاني توتال اريا يعني نجمعهم. يعني نقول 30 بلس 50 ايكوال 80. ولو جيت لاحظت، مش هو قال في السؤال ان الفرق بينهم ب 20؟ هلاحظ فعلا ان 50 ماينس 30 ايكوال 20. يبقى انا كده بعمل تشيك للانسر، بفحص الاجابه هل هي صحيحه ام لا. طب دي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه يا بطل، نقول له younger اللي انا بفضلها، two elders two difference اللي هو الفرق. نقول له هنا 3 وهنا 5، 5 minus 3 ب 2. طبعا ما حدش شاطر زي ما قلت يكتب لي minus 2، يبقى 2. واكتب تحتها الرقم اللي في السؤال اللي هو 20، واعمل المقص يبقى 20 اهو. نجيب المقص السيزرز، دي كأنها x ودي y، يبقى 20 multiply 3 divided by 2. ده كده بالنسبة للإكس. والتاني الواي 20 multiply 5 divided by 2، طلعت ب 30 و 50. وفي الآخر نجيب التوتال اريا. تمام يا دكاترة؟ يلا الاكسرسايز كله يحل معايا يلا. ها، the ratio between أحمد and أدهم 5 to 7 and the difference. هنا كتر خيره قال لي difference وما تعبنيش. اوكي، يعني السؤال اللي فات كان بيلف ويدور يقول لي exceed او more than، اما هنا قال لي difference فهنا جابها لي مباشرة. بين مين ومين؟ احمد، يبقى اقول له احمد تو، سيب مسافة، ادهم التالتة difference. احمد كام؟ 5. ادهم كام؟ 7. الديفرنس 5 minus 7؟ لا، هقول لك الكبير minus الصغير. 7 minus 5 ب 2. ركز يا بطل. تحت ال 2 نكتب الديفرنس اللي في السؤال اللي هو 700، ونجيبها مرة واحدة بالسيزرز. يبقى نكتب هنا دي كأنها x، وأدهم كأنه y. ونقول له هنا أحمد أهو
نعمل السيزرز الاكس اهو، اللي قدام الاكس 2 يبقى 2 تحت وفوق 7 ملتبلاي 500، يبقى نكتب 700 عفوا multiplied 5 divided by 2. ونكتب بالمرة أدهم. نغير اللون. أهو. نعمل المقص الواي 2 وهنا اللي تحت ال 2، يبقى نكتب أدهم equal. احنا عملنا المقص، قلنا مين اللي تحت؟ اللي قدام الواي. مين اللي قدام الواي؟ ال 2. وفوق 700 multiply by 7 وتحت نكتب 2. خلاص، يبقى نكتبهم ونعملها على الكالكليتر مرة واحدة. نجيب الكالكليتر. يلا أول واحدة 700 multiply 5 وتحت 2، يبقى 1750 اهو. 1750، ما ننساش اليونت اللي هو ال اي. طيب نيجي هنا 700 multiplied 7 divided by 2 هتطلع ب 2450. 2250. ولو جيت شفت الفرق فعلا، الصغير اللي هو احمد زودت عليه 700 هيطلع التاني. يبقى احنا كده اتأكدنا ان الإجابة صح. ال اي. تمام يا شباب. تمام. الجزء التاني اللي هو بقى ايه؟ احنا قلنا اول جزء لا بنوزع ماني او بنوزع بيس اوف لاند. الجزء التاني بقى اللي هو البروفيت واللوس، اللي هو المكسب والخسارة في التركة او في اي مشروع. مثال: 3 persons invested in business of ratio 3 to 4 to 5. البروفيت، الفيرست one has a profit share 15,000. الاولاني، ها، الاولاني معاه كام؟ 15,000. هاحسب السكند والثيرد. فالطريقة الأولى إن أنا هقول له the value of one part 15,000 divided by 3، لأن هم 3. خلاص، فيبقى 5,000. لا، هو البروفيت 15,000 عفوا، البروفيت 15,000. فأنا هقسم الأولاني، يبقى هنا divided 3 هنا اهوت ب 5,000. وبعد كده نقول السكند بيرسون، ما هو خلي بالك التالت الأولاني معاه 15,000. حلو جدا. هقسمه على 3 لانه واخد 3 اجزاء، يبقى الجزء الواحد ب 5,000. نجيب السكند، يبقى نقول السكند بيرسون 4 لان هم 4 اجزاء ملتبلاي 5,000 ب 20,000. والتالت 5 ملتبلاي 5,000 يبقى ب 25,000. يبقى هقول تاني لان هنا مختلفه، هو هنا اداني الشير بتاع الاولاني اهو، فهو اديني رقم الاولاني اهو. يبقى ال 15,000 ديفايدد 3، الجزء الواحد ب 5,000. يبقى التاني ملتبلاي 4 يبقى 20,000. والتالت ملتبلاي 5 يبقى 25,000. طب الطريقة التانية اللي أنا بفضلها، نكتب first و second و third 3 4 5. هاجي تحت ال 3 أكتب 15,000، وتحت السكند هسيبها فاضية x، والثيرد كأنها y، ونعمل المقص. طيب الاكس أهو، المقص بتاع الاكس مين اللي قدام؟ تحت ال 3 وفوق أهو، يبقى 4 ملتبلاي 15,000 over 3. طيب
نمسح ونعمل مقص الواي اللي تحت 3 وفوق 5 ملتبلاي 15000 يبقى جبتها في خطوة واحدة. تمام يا شباب؟ هتحلها بالطريقة اللي تعجبك. نحل مع بعض exercise. 3 person participated شاركوا في commercial project مشروع والريشيو بينهم 2 to 5 to 3 وقال لك السكند هو اللي معاه 3500 يبقى نكتب first to second to third. طيب بنفس الترتيب يبقى 2 التاني 5 3. ركز بقى، هنا ما قالكش بقى share of first، قال لك share of second. يبقى انا تحت الفيرست انا ما اعرفش الفيرست بكام، سميه اكس. وتحت السكند هو اداهولي يبقى اكتب 3500. والتالت انا ما اعرفوش فهسميه الواي وهعمل المقص. يبقى انا في عندي شخصين هجيبهم دلوقتي، مين هم؟ الفيرست والايه والثيرد. يبقى first equal، نعمل المقص اهو. اللي قدامي الاكس تحت الفايف وفوق نكتب اهو، نيجي نكتب 3500. احنا قلنا قدام الاكس تحت يبقى تحت الفايف multiply by 2 over الفايف. يبقى هتلاقي مقص من ناحية اليمين ومقص من ناحية الشمال. بعد كده نكتب third equal، نغير لون السيزرز. ماشي اهو. طبعا انا عايز اجيب الواي يبقى اعمل المقص اهو، اللي قدام تحت اللي قدام الواي 5 يبقى تحت 5 وفوق 3500 multiplied by 3 يبقى اهو 3500 multiply 3 وتحت ال 5 بمنتهى البساطة. بالكالكليتر 3500 multiply by 2 over، نعملها تاني 3500 multiply 2 over 5 بكام؟ ب 1500. 1400 سوري، يبقى نكتب اهو 1400 ما ننساش اليونت. طيب ممكن نعدلها نخليها 3 ازاي؟ نطلع فوق بالارو كده شايف اهو سهم يمين ونيجي عند ال2 نمسحها ونخليها 3 يبقى 2100 اهو. بسيطة جدا جدا 2100. فهمت. يبقى كده جبنا الفيرست وجبنا الثيرد بالمقص في خطوة واحدة. الاكزامبل اللي بعده، ها ركز معايا بقى، بيقول لك if what محمد earn is twice باسم، يعني نصيب محمد twice يعني ضعفه، and the total amount 21,000 how much each one get. فهو قال لك twice بدل ما يقول لك 2 to 1 قال لك twice، فدي معناها 2 to 1 نجمعهم يبقى the sum of all parts 2 plus 1 equal 3. بعد كده نجيب value of one part، ال value of one part 21,000 divide 3 يبقى 7,000. تمام. اللي بعده
ال 7000 انا عايز اجيب محمد، خلاص يبقى محمد عنده بارت 2 بارت، يبقى 2 ملتبلاي 7000 ب 14000، وباسم عنده 1 بارت 1 ملتبلاي 7000 يبقى 7000. طيب الطريقه الثانيه ان انا اكتب محمد تو باسم وهنا توتال 2 بلس 1 وهنا 3، اكتب تحتها 21000 واعمل المقص مرتين، يبقى محمد 21 multiply 2 divided by 3، وباسم 21 multiplied 1 divided by 3. نفس النظام يا ولاد. يبقى الملاحظة المهمة هنا بيقول لك note if first person's share is half the second، يبقى الريشيو بتاعته 1 to 2، يعني لو الأولاني نص التاني يبقى الريشيو بينهم 1 to 2 أو 1 over 2. أما لو twice زي ما جه في السؤال دوت يبقى 2 to 1. دي ملاحظة مهمة جدا، يا ريت تكتبها عندك لو سمحت. ركز معايا في السؤال ده برضو موجود في كتاب المدرسة. اوكي، هو نفس الفكرة بس الأرقام كبيرة شوية. 3 person invested in construction in factory، يعني 3 أشخاص استثمروا في مصنع. الأولاني 9 مليون، الثاني 6 مليون، الثالث 7 مليون 500 100,000. طيب at the end of year the profit، البروفيت بتاعهم في آخر السنة المكسب بتاعهم 2 مليون، يعني 2 مليون وربع، 2 مليون 250,000 باوند. والبروفيت ده اتوزع distributed on each capital contribution على الأساس اللي كل واحد الثروة اللي هو داخل بيها أو نصيبه. calculate the share of first. هنكتب أول حاجة نقول له first second third. طب بص الأرقام دي كبيرة جدا. بص 9 مليون 6 مليون 7 مليون. هنبص هنا كده، خلي بالك هنا في كام زيرو؟ 6 زيروز. بص 1 2 3 4 5 6. هنا في كام زيروز؟ 6 زيروز. 1 2 3 4 5 6. هنا في كام زيروز؟ 5 زيروز. 1 2 3 4 5. فلازم نعمل ديفايد الرقم الاقل من الزيروهات، ما ينفعش اعمل ديفايد مليون. ليه؟ لان اخر رقم فيه 5 زيروهات. فهعمل ديفايد 100,000 لان في 5 زيروهات، كأننا بنشطب على 5 زيروهات. هيتفضل هنا ايه؟ 90، ويتفضل هنا ايه؟ 60، ويتفضل هنا 75. لو جيت لاحظت ان ال 90 وال 60 وال 75 دول في تيبلز اوف 15. خلاص. طب انا دلوقتي يا مستر مش عارف، هقول لك تكتب ببساطه. هتقوم جاي كده كاتب مثلا اهو 90 ديفايد 60 اهو، واحده واحده. طلعت بكام؟ ب 6 to 4. هو هنا بسطها. خلاص. لو قلنا 90 و60، لو عملنا ديفايد 15، لان طبعا هتلاحظ ان هنا 15 فيطلع لي هنا 6 وهنا 4 وهنا 5. فما ينفعش نعمل بالكالكوليتر، لازم نعملها كده. ال 90 ديفايد 15 يبقى ب 6، 60 ديفايد 15 يبقى ب 4، 75 ديفايد 15 يبقى ب 5. يبقى بسطناه خلاها 6 4 5. احنا كل اللي بنعمله ده عشان نخليها في ابسط صورة. طب هنعمل ايه؟ نعمل بعد كده التوتال. نقول له هنا البروفيت ديستريبيوشن ريشيو بقى 6 4 5. التوتال بتاعهم 6 بلس 4 بلس 5 اللي هو 15. بعد كده نقول له value of one part اللي هو 2250 مليون او 2 مليون 250,000 divided by 15، يبقى الجزء الواحد ب 150,000. خلاص. هعمل بقى multiplied 6 بقى 900,000، والتاني multiplied 4، والتالت multiplied 5. دي كده الطريقة الأولى. ممكن أعمل هنا توتال وأعملها بالطريقة التانية، يعني ممكن أجي على جنب أهو أقول له هنا 6 وهنا إيه 4 وهنا إيه 5 وهنا التوتال بتاعهم بكام؟ ب 15. واجي تحت ال 15 اكتب الرقم اللي هو 2 مليون 250,000. خلاص. واعمل مقص 3 مرات، اسمي ده اكس، انا بقول لك الطريقتين، واسمي ده واي، واسمي دوت زد. واعمل مقص 3 مرات، اعمل المقص 3 مرات، واجيب الشير بتاع كل واحد. تمام يا ابطال؟ السؤال ده مهم جدا يا شباب. نحل واحد زيه مع بعض. ماهر سعيد ويوسف invested business. اوكي. طيب ماهر invested 60,000. نكتبهم بنفس الترتيب مع بعض.
ممكن نكتب أول حرف يعني ماهر، بس هنكتبها كاملة عشان تبقى أنت فاهم. وهنا سعيد، وهنا يوسف. ماهر ب 60,000. سعيد 45,000. ويوسف 75,000. طبعا هنا أرقام كبيرة. هنلاحظ إن كلهم فيهم كام زيرو؟ 3 زيروز. يبقى أول خطوة يا بطل نحن نقول له هنا divide divided by. قلنا في 3 زيروز يبقى 1000. اتفضل لي هنا إيه؟ 60. وتفضل لي هنا 45. وتفضل لي هنا 75. لو جيت لاحظت برضو هتلاقيهم كلهم في تيبل 15. فهنيجي هنا برضو نقول له عايزين نبسطها. divide 15. تمام. لما قلنا divide 15، 60 divide 15 يبقى هنا 4. 45 divide 15 يبقى هنا 3. 75 divide 15 يبقى 5. طبعا اعملها بالكالكوليتر. كده جبتها في ابسط صورة. حلو جدا. بعد كده قال لك ايه بقى؟ خلي بالك they incurred loss. خلي بالك هم خسروا. طيب الخسروا هنا بقى هل هطرح؟ لا مش هطرح. الخسارة بتتوزع زي ما المكسب بيتوزع، الخسارة بتتوزع. يبقى انا لازم اعمل ايه؟ يبقى انا لازم اجمع الاجزاء. تمام. يبقى هنا هنعمل واحدة رابعة نجمعهم. 4 بلس 3 7. 7 بلس 5 12. ونيجي تحت ال 12 ونكتب الخسارة اللي هي. هو واحد يقول لي يا مستر ده لوس، يبقى نعمل لهم ماينس. لا ما ينفعش. خلاص. ونعملها في خطوة واحدة زي ما علمتك. يبقى دي اكس ودي واي وده زد. نكتب بقى واحد واحد. أول واحد اسمه ماهر. نجيب المقص نغير اللون. ماهر اهو. طبعا خلي بالك الاكس اهو، الواي والزد ماليش دعوه. ليه دعوه بالاولاني والاخراني اهو. أو اوصل المقص صح. لو وصلته غلط السؤال ما ينفعش. يبقى تحت 12 وفوق نقول 20 27 600 multiplied 4 وتحت 12. ده كده ماهر. اللي بعده سعيد. المقص نغير اللون. سعيد اللي هو الواي اهو. يبقى نكتب 27 600 multiply 3 وتحت 12. آخر واحد يوسف. نغير اللون. خليه أسود أهو. اللي قدام الزد تحت ال 12 يبقى نقول له 27 600 multiplied 5 over ال 2. نحسب التلاتة بالكالكليتر. أول واحد ندوس على الفراكشن الكسر. 27600 multiplied 4 وتحت 12 يبقى 9200. طبعا ده فلوس يبقى ال اي.
اللي هو الباوند. نشيل الفور ونخليها 3، يبقى 6900. آخر واحد أهو. 27600 multiplied 5 وتحت 2، يبقى الإجابة 69000. 69000. هنا نحط الكما، وطبعا هنا الباوند. تمام يا شباب، أتمنى يكون الموضوع بقى بسيط إن شاء الله. طيب ركز معايا بقى في الجزء ده لأنه مهم جدا 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 جدا، وهو البرسنتج ابلكيشن، اللي هو الديسكاونت والبروفيت. الديسكاونت اللي هو التخفيض، الديسكاونت اللي هو التخفيض. طيب بيقول لك when the price on the item decreases، يعني لما سعر السلعة بينقص بيبقى بريت دي percent. فبعمل الديدكشن فاليو اللي هو الخصم الايتم ملتبلاي الدي percent اللي هو ايتم ملتبلاي دي اوفر 100، وبعد كده بقول the items price after deduction original minus deduction. يعني لو دلوقتي النسبة عندي مثلا ب 1000 والخصم 10%، يبقى اقول له 1000 ملتبلاي 10%، 10% الخصم هيطلع مثلا ب 100 جنيه. خلاص، يبقى ال 1000 عليها 10%، نقول له 1000 ملتبلاي 10% يطلع ب 100 جنيه. طب انا عايز اقسم بقى عشان اعرف الخصم، اقول له ال 1000 ماينس ال 100 يطلع ب 900. نشوف مثال لان برضه هنحله بطريقتين. If the price of a smartphone displayed، ده سعر التليفون 12750، والstored offered عمل عرض 8% discount. What is the phone price after discount؟ ايه سعر التليفون بعد التخفيض؟ يبقى اول حاجه نقول له discount، نكتب 12750 multiply 8%. 8% اللي هي 8 over 100. بالكالكوليتر هتطلع 1020، يبقى مقدار الخصم، قيمة الخصم 1020. طيب بعد الخصم يبقى أطرح، يبقى المبلغ الأساسي مبلغ ماينس الإيه؟ الديدكشن اللي هو الخصم أو التخفيض. يبقى 12750 minus 1020 equal 11730. طيب إيه الطريقة التانية واللي أنا مفضلها وعايزها تحطها حلقة في ودنك؟ تعمل إيه يا بطل؟ تكتب كده، اكتب معايا. اول حاجه تكتب بي 4، خلي بس اللون هنا احمر. بي 4 اللي هو قبل الخصم، بدل ما نكتب ديسكاونت هنكتب بي 4، خلاص احنا عارفين انها ديسكاونت. ونكتب في النص ديسكاونت، ونكتب التالت افتر. يبقى بي 4 وديسكاونت وافتر، ثلاث حاجات. بي 4 على طول 100% ثابت، 100% ثابت. خلاص، لان طبعا اي حاجه سعرها 100%. الديسكاونت كام يا بطل؟ قال لك 8. 8 يبقى 8%. افتر اطرح كده حضرتك، 100 minus 8 يعني 92%. تمام. تمام. هو اداني ايه في السؤال؟ اداني سعره قبل، يبقى اجي تحت بيفور واكتب الرقم اللي هو اداهوني في السؤال اهو. تمام. والسؤال وات از ذا فون افتر، يبقى هاجي عند افتر حضرتك اقول له اكس. على فكره ممكن نشيل فوق، بلاش نحط علامه البرسنت دي، شيلها اهو. يبقى 100 to 8 to 92
خلاص اللي هو بيفور 100%. الديسكاونت كام؟ 8. ديسكاونت يعني تخفيض، يبقى هننقص 100 ماينس 8 ب 92. طيب هو اداني سعره قبل، يبقى تحت بيفور اكتب 12750. وهو عاوز بعد افتر، اهو افتر، يبقى اجي تحت افتر واعمل اكس. ونحل يا عزيزي الباشمهندس بالمقص اللذيذ. ايه رأيك؟ اهو نعمل كده وكده، ونيجي نقول له هنا افتر ديسكاونت او افتر. مين اللي قدام الاكس؟ شفت قلتها كم مره؟ 100، يبقى ال 100 تحت، وفوق 12750 multiplied by 92، وتحت كام يا بطل؟ 100. اهو جبناها في خطوه واحده بدل ما نعملها في خطوتين. انت اولى بالوقت. نجيب الكالكوليتر نتاكد من الكلام ده. اهو ندوس على الفراكشن من هنا، 12750 multiply 92، وتحت بالارو 100. كام يا بطل؟ 11 اهو 11730 زي ما جايبينه بالظبط اهو. يبقى نكتب 11 كما 730. هشرحها تاني عشان انت اول مرة تسمع الكلام ده. اهو هقول تاني. دلوقتي بيجي لك حتة السؤال الديسكاونت. خلاص بقسمها ثلاثة: before discount after. before قبل التخفيض، discount التخفيض، after بعد التخفيض. طيب before 100 100، الديسكاونت ده بيبقى في السؤال، السؤال قال لي فيه كام؟ 8، اجي 8 واجي فوق على جنب اقول له 100 minus 8 اللي هي ب 92. طيب هو اداني سعره قبل التخفيض ب 12750، احطها تحت بيفور. وطالب سعره بعد، يبقى عند افتر اعمل اكس واقوم اعمل مقص. هيطلع الاجابه ب 11750. تمام يا ابطال؟ يا ريت توقف الفيديو وتحلها بايدك تاني لو سمحت. سؤال تاني عليه. ساندي received 15% discount، 15% تخفيض. she paid 340. what was the original؟ هنا بقى خلي بالك، بص بقى التركية هنا. هنا قال لك هي دفعت what was the original، يبقى تحط خط تحت دي وتكتب فوقيها after، عشان ممكن واحد شاطر يقول لي يا مستر الرقم ده بتاع بيفور. لا غلط. what was the original الأصلي، فالسعر الأصلي هيبقى قبل التخفيض، هي دفعت بعد التخفيض. فتعمل إيه يا عزيزي الباشمهندس؟ تكتب التلاتة زي ما قلت، تكتب before. ركز كويس أوي في الحتة دي. وهنا discount. والتالت يا بطل نقول له after بعد. before قلنا 100 ثابتة. الديسكاونت كام؟ 15. طيب 100 minus 15، شطار يا باشمهندسين، ب 85. ركز بقى. احط ال 340 تحت البيفور؟ لا، هو قال لي وات was ذا اوريجينال، يبقى تحط خط تحت كلمة اوريجينال من قبل ما تحل، من قبل ما تحل، وتكتب فوقيها بيفور عشان ابقى عارف احط ايه فين. يبقى هنا ال 340 دي تحت، وتحت الاوريجينال طبعا اللي انا عايز اجيبه، يبقى نكتب هنا الاكس. وال 340 نحطها تحت الايه؟ تحت الافتر. ونعمل المقص اللذيذ اهو اهو. ونكتب له هنا the original price السعر الأصلي اللي قدام الإكس تحت. يبقى 340 multiplied 100، وتحت 85. أهو يا بطل. نكتب على الكالكوليتر 340.
340 multiply 100 وتحت، طبعا هنا في حاجة غلط. 340 multiply 100 وتحت 85، يبقى الإجابة يا عزيزي 400. يبقى سعره قبل التخفيض كان 400 باوند. تمام يا دكاترة؟ ركز جدا جدا جدا، هو عاوز بيفور ولا افتر؟ اللي بعده calculating increase، اللي هو بقى بدل اللي هو الفايدة. when the price increase يبقى الانكريس ايتم ملتبلاي تي بيرسنت، وبدل ما بنعمل ماينس نعمل بلس. ده بقى سؤال الفوائد. التاكس اللي هي زي الضريبه، finding the tax value، التاكس معناها الضريبه. بدل ما كان بالماينس هيبقى بالبلس، نفس كل حاجه. عمر subscribe to home internet service، السيرفيس اللي هو النت المنزلي، كان بيدفع في الشهر 520 باوند، 520 جنيه. حصل ضريبه 14% tax apply to the service fee. What is the tax value and what is the total؟ طيب، اول حاجه نعمل ملتبلاي البرسنت، نكتب 520 ملتبلاي 14 اوفر 100، هتطلع الزياده ب 72.8. دي قيمه الضريبه ال 14%، ونزودها على الثمن الاصلي اللي هو 520، يطلع ب 592. طب يا مستر ممكن اعملها بالطريقه الثانيه؟ اقول له طبعا، هي في كل حاجه، بس في فرق صغير. نقول له هنا بيفور، ونقول له في النص تاكس الضريبه، ونقول له هنا افتر. بيفور 100 والتاكس الضريبه 14. هنا بقى هنزود ولا هننقص؟ لا يا مستر دي ضريبه، هنزود. برافو عليك، يبقى مش هنعمل ماينس، هنعمل بلس. اهو، كان كام؟ كان 520 قبل، يبقى هنا في 520. ونيجي كام؟ خلي بالك هو عاوز هنا الاثنين، التاكس والافتر. خلي بالك اقرا السؤال كويس، عاوز التاكس، يبقى عند التاكس هعمل هنا دي كأنها اكس، والافتر اهو كأنها واي، واعمل مقص مرتين. تمام. تمام اهو، نقول له التاكس، نكتب، يبقى التاكس اللي هي الضريبة قدام الاكس تحت، يبقى 520 multiplied 14 over 100. هنلاحظ نفس محلنا بالطريقة الأولانية اهو، 520 multiplied 14 over 100 اللي هي ب 72.8. اوعى تنسى البوينت، الباوند ال اي. كده خلصنا. طيب وبعد كده نقول له افتر. هنعمل مقص من الناحية التانية، نغير اللون اهو اهو، ونقول له هنا افتر ايكوال اللي قدام الاكس، اللي قدام الواي تحت اللي هو ال 14، وفوق، لا عفوا معلش، هنا المقص هيبقى مش من الناحية التانية. نرجع اخر خطوتين ونشيل السيزرز، الواي هنا ما ينفعش. طب نعملها ازاي مع الاولاني اهو؟ يبقى ده مع ده وده مع ده اهو. يبقى نقول له افتر اللي قدام الواي تحت اللي هو ال 100، وفوق نقول 520 multiply 114 over 100. تاني ما اعملش المقص مع الاكس، لان الاكس ده المفروض كان مجهول. نعمل مع اللي عندي، يبقى اللي قدام الواي تحت اللي هو ال 100، وتحت وفوق نكتب 520 multiply 14. نجرب بالكالكليتر العزيزة اهو. نقول له 520، نعمل الفراكشن الاول. 520
multiply 114 وتحت 100. الإجابة يا بطل أهو. طبعا هنا في فراكشن، تدوس على الاس دي أهو 592.8 نفس الإجابة.